أهلا بحضراتكم. شهدت منصات التواصل خلال الساعات الماضية تداول فيديو نسبة إلى أميرة حسان المعروفة باسم أميرة الذهب بصحبة رجل خليجي، ما أثار موجة كبيرة من الجدل والانقسام بين المستخدمين حول صحة المقطع ودقة ما يتم تداوله. وبحسب ما تم تداوله، فقد أشار مختصون في تحليل الوسائط الرقمية وخبراء كشف التزوير التقني إلى أن الفيديو لا علاقة له بأميرة الذهب، موضحين أنه قد يكون صنع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بدمج الوجوه والتلاعب بالمحتوى، وهي تقنيات تستخدم أحيانا لاستغلال شهرة الأشخاص أو التأثير على سمعتهم، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتحقق من الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر لم يصدر أي تصريح رسمي عن أميرة الذهب بشأن الفيديو المتداول، كما لم تعلن ما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات قانونية ضد من يقف وراء نشره، فيما لا يزال المتابعون بانتظار أي بيان أو توضيح رسمي عبر حساباتها الرسمية. هذا النوع من المقاطع المتداولة بات ينتشر بسرعة في ظل التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب مستوى أعلى من الوعي الرقمي وعدم الانجراف خلف الترندات دون التحقق من صحتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بسمعة أشخاص حقيقيين قد يتأثرون سلبا نتيجة مشاركة محتوى غير مؤكد. وفي هذا السياق نذكر المتابعين بأهمية عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد دائما على المصادر الرسمية المعتمدة قبل الحكم أو مشاركة أي محتوى، كما ينصح بالتريث حتى صدور بيان واضح من صاحبة الشأن أو من الجهات المختصة لتجنب تداول المعلومات غير الدقيقة أو المحتوى غير الموثوق. ياريت تعملوا إعجاب للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد.